النهاردة هنعمل اللانشون الخطير الجميل بتاعنا بطريقة تحفة وجميلة، وشايفين شكله اسطواني. وايه سر علبة السمنة دي وهنستخدمها ازاي؟ طبعا عشان تعرفوا كل التكات والحركات بتاع اللانشون بتاعنا. شوفوا الفيديو لغاية الاخر. بس قبل ما نبتدي الفيديو حبايبي لسه بيشوفوا القناة لأول مرة، ياريت تشتركوا في القناة وتضغطوا طبعا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهلا بيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة هنعمل اللانشون البيت الجميل، بدل ما تكلفي نفسك وتجيبي لانشون من بره وبيبقى بمبلغ وقدره. هتعمليه في البيت بأبسط طريقة وبحاجات موجودة عندك في البيت، من غير ما نحتاج لا لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة خالص معاه. المكونات عندي 5 بيضات، عندي كوباية من الدقيق، وعندي معلقتين من النشا، وربع كوباية من الزيت طبعا اللي بنعاير بيه الدقيق بنعاير بيه الزيت. وعندي التوابل بتاعتي ملح وبابريكا وتوم باودر و حبهان باودر برضو، وعندي فلفل اسود مطحون شوية صغيرين، وعندي حصى فلفل حصى حب هنا، وبصل باودر. وطبعا الحاجات دي هنعملها بطريقة سهلة خالص. هجيب الكبة بتاعتي، هبدأ بسم الله اجيب البيض بتاعي وانزل بيه اهو، انزل بالبيض. وادي بعد كده الزيت، انزل بالسوائل الاول كده اهو. هنزل بكل المكونات بتاعتي مرة واحدة على طول. هدي انزل بالدقيق بسم الله، بقيت الدقيق، وادي معلقتين النشا، وهنزل بالتوابل بتاعتي على طول. ممكن تخلي الفلفل الحصى في الاخر، وممكن تحطيه مع بعضه كده. هبدأ بقى اقفل الغطا ونخفقهم مع بعض كده. غطيناه، هبدأ ان انا اخفق الخليط كله، اخفقه وارجع لكم عشان الخلطة بتاع الخلاط. هنا بعد ما خفقته واضح كده ان الخليط بتاعي خفيف شوية. هبدأ احط معلقتين دقيق او معلقة بس، واشوف الخليط بتاعي. هي معلقة بس، مش محتاجة اكتر من كده. حطيت معلقة الدقيق وهبدأ انزل الحوافي هنا بتاع الكبة عشان تتخلط كويس معايا، واخفقهم وارجع لكم بالشكل ده. ادي حبايبي الخليط بتاعنا جاهز اهو. هبدأ بقى ان انا هعمله بطريقة سحرية عشان يطلع اسطواني زي بتاع المحلات. شايفين علبة السمنة الصغيرة دي؟ طبعا جبت الحوافي بتاعتها بططتها كده بالشاكوش، شايفين حتى مكان الخبطات. هبدأ بقى ان انا هحط فيه، لا مش هحط فيه على طول، هبدأ ادهنه بالفرشة شوية زيت. ادي دهنته من تحت ومن فوق من الحواف كلها. وهبدأ اجيب كيس تلاجة او كيس حراري المتاح عندك تعمليه، وهبدأ انزل الكيس كده واحطه في علبة السمنة بتاعتي اهو لغاية ما بقى كده. وهبدأ انزل بالخليط بتاعي في العلبة. طبعا انا هحط مية على البوتاجاز تغلي، يا اما في حلة، يا اما انا هوريكم بعمل في ايه عشان ما بوظش الحله ولونها كده يبقى كاتم من غليان الميه ده. حبيبي فضيت الكميه كلها. طبعا هخبطها كده عشان ايه اي فراغات جوه تطلع كده بالشكل ده. وهبدا ان انا اطلع الهواء واربط الكيس كويس اهو. اطلع الهواء من الكيس طبعا، اخبط كده عشان الفقاعات اللي جوه تطلع، وافضي الكيس من الهواء واربطه. شايفين حبايبي الكيس بالشكل ده، واحاول اربطه كده من النواحي دي عشان الميه ما تدخلش جوه. نحطه مع بعض في العلبه اللي انا حطيتها على البوتاجاز. ادي حبايبي ربطتها كمان بكيس اسود اهو عشان يبقى باين.
يلا بينا على البوتاجاز نشوف نحطها ازاي. ادي البوتاجاز، حاطه علبه جنة الكبيره وحاطه فيها ميه بتغلي اهي. هبدا انزل بالعلبه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الميه تكون واصله لنص العلبه بالشكل ده. هبدا اغطيها باي غطا عندي بالشكل ده كده عشان ان هي تستوي كويس. بس هشوف حاجه احطها على تقيله، احطها على العلبه اللي من تحت دي عشان ما تفرقعش من فوق وتبقى ايه القالب بتاعي يبقى مظبوط مش طالع جامد لبره. ما لقيتش حاجه صغيره غير الطبق ده، والطبق خفيف طبعا، فروحت كسرت حته رخامه كده وشايفين حطيتها عليه. وبعد كده هغطيها واسيبه بقى على نار هاديه لمده ساعه الا ربع، وبعد كده نشوفه مع بعض. ايه ده حبايبي، مرت ساعه الا ربع على الوقت بتاعنا. هحوش طبعا، لازم تتصرفي انت ايه. هجيب اللي هي عصايه الشيش طاووق وهبدا انزل بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلت عند الحته اللي فيها العقده اهو، انزل كده واطلع، ما فيهاش اي حاجه، يبقى كده استوت. هطلعها طبعا واسيبها لغايه ما تبرد ونشوف مع بعض. هبدا كده حبايبي ان انا اسلكها كده بالسكينه من الجوانب عشان تطلع معايا اهو بالشكل ده كده. وهبدا ان انا اطلعها كده بالشكل ده معاكم. ادي اهو حبايبي، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين طلعت اسطوانيه. طبعا هسيبها لما تبرد خالص وبعد كده ايه نبدا نقطعها مع بعض. ودي طبعا العلبه بتاعتنا هغسلها واشيلها استخدمها مره تانية. وادي حبايبي هبدا ان انا ايه هقطع بالشكل ده. شايفين جميله جدا وتحفه، والريحه بتاعتها خرافه بصراحه بالشكل ده. شايفين كده جيلاتينيه كده جميله جدا، وتنفع معاكم في السندوتشات، في العشاء، في الفطار، في اي وقت. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. بحبكم في الله. مع السلامه.